لما كانوا اتنين يتفقوا على تنفيذ عملية معينة ويحددوا لها زمن معين، كانوا يقولوا لبعض نقرا الفاتحة، وكل واحد منهم يحط ايده في ايد صاحبه ويقروا الفاتحة، وكأن ده عقد اتكتب بينهم واجب التنفيذ محترم البنود، باعتبار ان كلمة الشرف والوعد شيء يجب الالتزام به ولو على حساب اي تضحية يضحيها الانسان، لان الراجل عبارة عن كلمة قالها، ومش مهم يكون في شهود عليها، لان في شاهد اهم من كل كائن حي هو الله سبحانه وتعالى، اللي هيحاسبه على وعده ده يوم القيامة ويجازيه بما يستحق من ثواب ان كان نفذ كلمته، او بالعقاب اللي يستاهله اذا كان اخل بوعده وما نفذوش. ولذلك يا حضرات الافاضل كل شيء كان ماشي عال، وفي القليل النادر كنا نسمع ان فلان رفع قضية على علان، وبالتأكيد كان لازم يصطلحوا قبل النظر في القضية، لإيمانهم انه من اعيب العيوب ان يتهم الراجل في كلمته، وانه يتقال عليه ده راجل ما بيحترمش كلامه ولا بينفذش وعوده. كلمة الشرف يا حضرات المحترمين والوفاء بالوعد من سمات الرجل الحر، ولذلك قالوا زمان وعد الحر دين عليه. وصلت المسألة لاعتبار ان الوعد دين يجب الوفاء به، ومن المعروف طبعا ان اللي بيبقى مديون لحد وما يدفعش دينه يبقى ايه؟ يبقى زي ما حضراتكم عارفين، يعني يبقى نصاب محتال لا امان له. زمان الناس اللي فاهمين الدنيا وفاهمين البني ادمين ساووا بين النصاب اللي ممكن يبيع للابعد كوبري قصر النيل او ساعة المحطة بالشخص اللي بيدي كلمة ولا بينفذهاش، باعتبار ان الاتنين ملهمش كلمة ولا عندهم شرف ولا اخلاق كريمة. اعرف واحد بيشتكي لي مر الشكوى من ابنه الصغير لان الولد غاوي كذب، كل كلامه كذب، يكذب بمناسبة ومن غير مناسبة، يكذب على القريب زي ما بيكذب على الغريب. الحقيقة ما قدرتش اسكت، لكن قلت له انت مسؤول يا اخي عن ده. اندهش الراجل من كلامي واستفسر عن سبب قولي ده. قلت له انا اتذكر اني جيت لك كام مرة، وفي كل مرة كنت بلاقيك تكذب قدام الولد. لو حد سأل عنك في التليفون تقول لأهل بيتك قولوا له مش موجود. لو حد نده عليك من الشارع تبعت اللي يقول له ده لسه نازل حالا، ده الظاهر منك قدامي، ولا بد انك بتكذب اكتر من كده قدام الولد. فطبعا باعتبارك ابوه ومثله الاعلى قلدك وبقى يكذب زيك، والنتيجة الطبيعية لمثل هذه الاخلاق يا حضرات الافاضل ان الولد بيكبر وهو معتبر ان الكذب ده شيء عادي، وطبعا زي ما بيكذب في الصغيرة هيكذب في الكبيرة. واوعد يا هوى واقبض يا ريح، يشب الولد من دول على ما نشأ عليه، لا احترام لكلمة ولا اعتبار لوعد ولا قيمة عنده لكلمة الشرف او الشرف نفسه. الفرق بين الراجل الشريف والراجل غير الشريف يا حضرات السادة هي كلمته، وعده اللي يلتزم بيه من غير ورقة من غير شهود، لان ضميره واخلاقه هم الشهود، واللي هيثق فيه مرة مش هيثق فيه التانية، واللي هيصدقك نوبة مش هيصدقك النوبة اللي بعدها، لان الشخص اللي ما يحترمش كلمته ما يستاهلش غير التهزيء والاحتقار وقلة القيمة من كل الناس، واولهم اقرب الناس اليه. مش كده ولا ايه؟